سبق وحكيت عن آلية تسعير شقة. بعد في أمور تانية ما بدي أحكيهم هلأ، شو اللي بيأثر على سعر الشقة. أنت شو بدك تاخذ بعين الاعتبار؟ طبيعة الحال أول شغلة، بس تروح تشتري بمجمع كبير، فرق ما تشتري ببناية. أكيد بالمجمع لازم تكون الشقة أرخص، لأنك أنت بس تقعد بمجمع كأنك قاعد بمدرسة أو قاعد لاجئ بشي محل، ما بتحس حالك أكيد بيخفض من سعرها للشقة بطبيعة الحال قد ما كان مرتب المجمع بغض النظر. بالإضافة لهالشي، كمان كل ما كان مرتب المجمع كل ما طلع تكاليف ومصاريف شهرية زيادة على الشقة، كأنك مستأجر بتحس حالك على المصاريف اللي بدفعوك إياها. وفي مجمعات قديمة بتحس حالك قاعد مشرد، يعني مثل أحزمة البأس. مش شيء بتعب النفسية. أكيد هذه لا تعد شقة، يعني سعرها بده يكون يعني أغلبيتهم، لا أفهمكم شغلة، أغلبيتهم هول بس تروح تشوف شقة مجمعات اخدينهم أصحابهم ببلاش، مقدمين من جهات معينة بيعطوهم. عرفتوا علي كيف؟ النقطة الثانية، انت لما تروح تشتري شقة وبتلاقي ما في لجنة بناية بالشقة، او بيقول لك السمسار يابا انه عم بيعملوا لجنة بناية جديدة، شو هلا على دوري اجوا يعملوا لجنة بناية، معناتها الجيران ما هم متفقين. فبعد عنا، يعني اهرب منا للبناية، ما تشتري على حيجيك وجعة راس. عرفت؟ اذا ما هم متفقين عملا بيكونوا على الاسانسير مش متفقين. فعلى اي اساس بدك تقعد توجع تجيب وجع راس لك، تصير كل التكاليف عليك، خاصة إذا كنت قاعد بطابق عالي من ناحية الأسانسير وهيك، وكبل زبالة وشغلات تانية. إذا يعني ما في اتفاق بالبناية فحتجيب لك وجع راس، هذا أكيد بيوطي من قيمة الشقة. بنفس المسار بدك تشوف إنه إذا هن القاعدين بالبناية مستأجرين أغلبهم أو مالكين، المستأجر مثل ما بتفرق معه، يعني ما حيجي يصلح إذا خرب شيء بالبناية يجي يدفع أو شيء. فهون بتأثر على كمان على سعر الشقة الشغلة، مش بس على سعر الشقة، على أجارة كمان. طبيعة الحال الموقف بيوطي، إذا ما في عندها موقف الشقة بيوطي من سعرها 15 20 ألف كيف ما كان، حسب موقعها وين، وإذا حسب في صفات. عرفت علي كيف؟ وبدكم انتبهوا لشغلة، أمرار بيكون إلها على السند نازل موقف، بس بيكونوا حدا متعدي عليه أو عاملوا شي دبو أو شي. صايرة كتير هاي، بدكم تتفتوا أمور، يعني من هي موقف السيارة أساسي، وإذا ما أنا موجود بيوطي من سعر الشقة. أي حدا عنده سؤال يكتبه بالتعليقات ونحن بنجاوب.